انخفاض كبير للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 47 جنيه و53 قرش في البنك المركزي المصري. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم معنا دلوقتي آخر تحديث لسعر الدولار في مصر مع بداية تعاملات اليوم. هنشوف الدولار النهاردة عامل كام وآخر الأرقام في البنوك المصرية. سعر الدولار الأمريكي قدام الجنيه المصري كان مستقر في البداية، ولكن ارتفع بعض القروش وصلت ل 8 أو 10 قروش لسعر الصرف. نبدأ على بركة الله في تناول الأسعار. سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 47 جنيه و53 قرش للشراء، 47 جنيه و66 قرش للبيع. أما في بنك كريدي أجريكول فسجل 47 جنيه و53 قرش للشراء، 47 جنيه و63 قرش للبيع. في بنك مصر وبنك تنمية الصادرات وصل الدولار 47 جنيه و52 قرش للشراء، 47 جنيه و62 قرش للبيع. في البنك الأهلي المصري الدولار سجل 47 جنيه و55 قرش للشراء، 47 جنيه و65 قرش للبيع. مش عايز أطول على حضراتكم. لو حابين تتابعوا أسعار الدولار والعملات وأهم الأخبار الاقتصادية أول بأول، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.